كوكو ميلون خطر على اولادك، وده لو لسه ما سمعتش الكلام ده قبل كده. وده عشان كوكو ميلون ممكن يخلق حاله شبه الادمان عند الاطفال. بيستخدم الوان كتير وبتتغير بسرعه والكونتراست عالي جدا، ودي نفس الاساليب اللي بنشوفها في تنبيهات الطوارئ والاسعاف، انها مصممه عشان تخطف الانتباه فورا. الباحثين اللي بيصمموا الكرتون ده بيجيبوا طفل ويحطوه قدام شاشتين، واحده فيها مشاهد طبيعيه وبطيئه زي اللي موجوده في الحياه حوالينا، والتانيه فيها كرتون كوكو ميلون، وبيقيسوا الوقت اللي الطفل بيبص فيه على كل شاشه. ولو لقوا الطفل بص على المشاهد الطبيعيه يرجعوا يعيدوا تصميم الحلقه، يخلوها اسرع والوان اكتر وانتقالات اسرع في المشاهد، لحد ما يبقى صعب جدا على الطفل انه يشيل عينه. عشان كده وصلوا لارقام مرعبه، اكتر من 1.8 مليار مشاهده في الشهر، اكتر من 190 مليون طفل متعلقين بالمحتوى ده اللي بيدي الدوبامين سريع وسهل للطفل. والمشكله ان مخ الطفل في المرحله دي بيكون لسه بيتكون ولسه بيتعلم يتحكم في الانتباه، ولما بيتعود على السرعه دي الحياه بالنسبه له بتبقى ممله وصعب يتحملها. طبعا كتير من الاهالي بتبقى مضغوطه فبيسيبوا الاطفال قدام الشاشه عشان يسكتوا شويه، وده مفهوم. بس طبعا لازم وقت الشاشه ده يقل جدا لانه بيأخر الكلام عند الطفل. ويا ريت لو هيتفرج على حاجه تبقى محتوى هادف، والصح انه يبقى بيلعب ويتحرك اكتر. Stay safe.